ولذلك إذا رأيت نساء مهيضات في الكون تعبانين في الكون بيجروا على لقمتهم اعرف ان فيه خور في أسرهم. اسمع قول الله في موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين. ادي الرحمة، امرأتين بتعمل ايه؟ تسودان الماشية، تمنعان الماشية من البئر. طب امال انتوا جايين ليه؟ ده الناس جايه عشان تسقي وانتوا بتحشوا دي ليه؟ ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ فهموني ايه اللي حصل منكم. قالت له: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. جابت حكمتين اتنين تحل مشكله المراه. ابونا شيخ كبير ضروره اخرجتنا الى العمل، ولكن الضروره التي اخرجتنا لم ناخذها على علتها كده ونطلع بقى ونختلط ونقعد بقى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اما يروحوا الشبان نبقى نروح نسقي. المهمه الايمانيه بقى او المهمه الاسريه والاهل فسقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى فيه خور في رجال المجتمع، فيه نقص في الرجوله. احنا قلنا زمان اول ما رحنا السعوديه في سنه 50 ركبت السياره اللي بتوديني الكليه، واذا بالسائق يقف. بقول له: يا صالح ايه اللي وقفك؟ قال لي: معلش. وبعدين التفت لقيت راح على باب كده جاب لوح عجين عليه عجين متغطى باب وحطه في السياره. قلت له: ايه دي؟ قال لي: معنى لوح عجين قدام الباب ان رب البيت غائب، الست تخبز العجين وتقرصه وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتسك الباب، اي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديه الطابونه ويخبزه ويجيبه ويحطه مطرحه. اهدي زي فسقى لايه؟ فسقى لهما.